انفرادات جدلية من حكم المباراة النهاردة تهدي ال3 نقط لنادي الزمالك بمنتهى السهولة. أولهم طبعا ضربة الجزاء الفهمي رسمي نظمي لزيكو اللي قدامك دي، وشد واضح مين من عمر جابر لزيكو زي ما انت شايف كده، حضنه وبيرقص معاه سلو. مش بس كده، ما اكتفاش بالحضن، لا ده اخده معاه كمان وهو نازل. وضربة جزاء ما فيهاش كلام، يعني باينة للضرير والحكم ما حسبهاش. زائد كمان الهدف الاوفسايد بتاع بيزيرا. هتقول لي يا عمي اوفسايد ازاي؟ هقول لك اتفرج على رجل بيزيرا اثناء لعب الكوره، هتلاقيها متقدمه عن رجل احمد سامي، وهتلاقيها اقرب لحدود ال 18 وخط ال 18 عن رجل احمد سامي. ودي واضحه للناس كلها، حتى رجل بيزيرا كانت على الخط الاحمر لما عملوا خطوط الفار. ورغم كده الهدف اتحسب طبعا، عشان مش هينفع نلغي هدف لنادي الزمالك طبعا. وزائد طبعا الالعاب الكتير جدا اللي كانت في قلب الماتش، منهم مثلا الكره بتاعت فيستون مايلي دي اللي ما اتحسبتش اصلا فاول ولا انذار ولا اي حاجه، رغم الدهس الواضح من الونش على رجل مايلي. والحكم اكنه مش شايفها اصلا، اقسم بالله الحكم اكنه مش شايفها. وبعديها بدقيقتين بالظبط ربنا بيكشفه، وناصر منسي بيتعمل معاه نفس فاول من احمد سامي، فيحسب فاول ويدي انذار لاحمد سامي. وده الحكام المصريين مع نادي الزمالك، ودوري مشبوه جديد لنادي الزمالك من ال 14 دوري بتاعه. لازم كده كل فتره الحكام واتحاد الكوره يحنوا بدوري ولا باي حاجه على نادي الزمالك. وده اللي بيحصل في كل سنه او كل 3 4 5 10 سنين كده. الزمالك لازم ياخد دوري مشبوه فبيردوه عشان قطعه الارض. ودي النهارده تكمله لاحداث كتير جدا 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 من الحكام المصريين الدوري ده. بس انا عايز حاجه بس، عايز اشوف هاني سعيد هيطلع يتكلم ولا لا، هيطلع يقول الحكام وبتاع ومش عارف ايه ولا كده خلاص. وده السبب الرئيسي في حب الزمالك وجمهور الزمالك للحكام المصريين. بس يا رب الحب ده يدوم، مش بعد يومين ثلاثة نلاقيهم بيعيطوا ويقولوا الحكام ظلمونا بعد ما يخسروا ويرجعوا للفشل تاني. وده السبب الرئيسي وراء حب نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك للحكام المصريين. اللي قدامك دي ضربة جزاء واضحة وصريحة مليون في المية لبيراميدز في الشوط الأول، لم تحتسب على عمر جابر بعد شد واضح ودفع وكل اللي أنت عايز تقول عليه قول لزيكو جوه منطقة الجزاء. الراجل ما اكتفاش بس بشد ودفع، ولا ده سحبه معاه كمان للأرض. بيلعب مصارعة حرة، ممكن يقدم في سماك داون هناك ويروح أمريكا. وللأسف الحكم لم يرى لم يسمع لم يتكلم هو والفار. ودي ضربة جزاء واضحة وصريحة، ولو كان حكم أجنبي النهارده كانت اتحسبت مليون في المية. يا رب هاني سعيد يبقى مبسوط وفرحان وتبقى في بيتها. وألف مبروك لجمهور نادي الزمالك الدوري المشبوه الجديد، اللي كل ماتش حرفيا بحالة تحكيمية مثيرة للجدل. ما تنساش اللايك والفولو والشير، واعمل منشن لصاحبك الزملكاوي وقول له كيف أخبار العرق. نفس الكرة ونفس اللعبة، ولكن الحكم المصري حسب هنا حاجة وهنا حاجة. عشان ألوان التيشيرتات، الأولى كانت لفيستون مايلي ما حسبهاش فاول وما حسبش أي حاجة، رغم الدهس الواضح اللي قدامك دوت من الونش على رجل فيستون مايلي، ولا فاول ولا إنذار. الثانية لناصر منسي على طول صفر يا كابتن فاول وإنذار ومحضر في الاسم كمان لو عايز، عشان ده نادي الزمالك. زائد برضو الكرة اللي بعديها للشيبي برضو فاول هنا، بس المرة دي حسب فاول الحمد لله وما اداش برضو إنذار. دي الحكام المصريين اللي عايزين يدوا لقب الدوري كده بسهوله وسلاسه لنادي الزمالك من غير اي تعب وشقاء. وده اللي بيحصل في الدوري المصري طول السيزون تقريبا لنادي الزمالك، اللي بيكسب بعرقه واللي دايما مظلوم من الحكام.